افضل لاعب بين ميسي ورونالدو، شو الفرق بيناتهم بالنسبه للنجم السوري عمر سومة؟ خلونا نشوفها مع بعض. ميسي الا رونالدو، يعني هذول اثنينهم ما لهم حل صراحه، لكن انا افضل رونالدو لانه رونالدو في شغلات ما موجوده بميسي، مثل القوه البدنيه، الجنب. يعني مثلا ميسي ما يقدر يلعب مهاجم، رونالدو يلعب مهاجم، يلعب جناح يمين، جناح يسار، هو المهاجم كل المراكز. ميسي برغم يعني حجمه، يعني قوته، يعني جسمه يكون صغير، المهاجم لازم يكون طويل. رونالدو يساره نفس يمينه. رونالدو يسجل هدف من 30 متر 35 متر ما عنده مشكله، اما ميسي ما اعتقد يسجل من 35 متر. وحد الله يا عمر سومة يا اخي، شو ما قادر يا رجل، هيدا طول عمره سجل برات ضربة جزاء. مثلا ميسي ما يقدر يلعب مهاجم. طب يا اخي خلينا بس نركز شوي راسنا انا وياك مع بعض. طالما انه هو منه مهاجم، وطالما انه ما مسجل برات 30 35 متر، وبالاخر هو تاني اكبر هداف بالتاريخ، من وين طلعوا الاهداف يا عمر سومة يا رجل؟ الو الله عم بمزح معك، كمل. انا افضل رونالدو على ميسي، لكن كمان ميسي لاعب كبير اكيد يعني، لكن انا عن نفسي اتكلم عن رايي، يعني انا افضل اللاعب المتكامل اللي هم لاعبين. انا اشوفهم انه ابراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو. ايش في اهل سوريا محبين عمر سومة حبايب قلبي، وهو حبيب قلبي يا اخي، ما تزعلوا مني. بس عمر سومة يا اخي من بعد المقابله هو عنده احتمالين، يا اما حمدون برو ماكس، يعني سوبر حمدون، يا اما ما بشوف كره قدم من الاخر، يا اما حمدون برو ماكس، يا اما ما بتابع ميسي وما بتابع كره قدم. يا رجل كيف ميسي مش متكامل؟ قل لي يا اخي 8 كرات ذهبيه، كاس عالم، افضل هداف بتاريخ دوري اسباني، جايب 4 دوري ابطال اوروبا برشلونه، بالاخر مش متكامل يا عمر. يا عمر لا تفشار يا عمر، لا حول ولا قوه الا بالله يا عمر.